البنت دي بتحط بقها العقد عشان تسرقها بطريقه ذكيه ومحدش يشك فيها، وصاحب المحل بيروح لها وبيقول لها شريت عيني عقد، وبتقول له خلاص مش عايزه. ولما بتروح تمشي بتلاقي الظابط قدامها وبتخاف وبتعمل نفسها لسه بتشتري، والظابط بيقول له انا عايز عقدي لمراتي، وبيقول له عايزين بس نجربه على حد. وبيلاقي البنت اللي سرقت العقد وبيقول لها معلش هشتري العقد ده لمراتي وهجربه عليكي، وبتشاور له وبتقول له انا مستعجله، وبيقول لها معلش دقيقه بس، وبتروح له بيفضل يدور على العقد اللي عايزه، وبيقول له هجيب لك عقد على ذوقي، وبيروح يجيب العقد اللي البنت سرقته بس مش بيلاقيه، وبيفضل يزعق وبيقول العقد كان لسه هنا. والبنت عشان ما تتكشفش بتحط العقد في جيب الولد ده من غير ما ياخد باله، والبنت بتشاور للظابط على الولد وبيقول له اثبت مكانك، وبيقول له انت بتكلمني انا، وبيقول له هو في حرامي غيرك، وبيمسك العقد وبيقول له انت من غبائك نسيت تحط العقد في جيبك، او حاطط في ايده كلبشات، وبيقول له انا ما سرقتش العقد ده ب 30 دولار بس، وانا محفظتي فيها 2000 دولار، لو كنت عايزه كنت اشتريته مش هتفرق معايا. والبنت بتاخد المحفظه من جيبه وبتاخد منه كل الفلوس وبترمي المحفظه على الارض، والظابط لما بيروح يشوف محفظته مش بيلاقي المبلغ ده ومش بيلاقي فيها اي فلوس خالص، وبيقول له واضح انك معاك 2000 دولار. والبنت غصب عنها بتبلع العقد وبيقف في زورها وما بتقدرش تاخد نفسها، والولد بيقول له انا دكتور ممكن انقذها، والظابط بيفكه وبيدوس على بطنها كذا مره وبيقدر يخرج